سبايدر مان 2000 أول لعبة 3D لشخصية سبايدر مان، واللي كانت موجودة على كل جهاز كمبيوتر مصري في أوائل الألفينات. كلنا لعبناها وإحنا صغيرين. بس أنا مش جاي النهاردة أكلمك عن ذكريات الطفولة والحنين إلى الماضي، ولا جاي أكلمك عن اللعبة المنسية أو التحفة الفنية المظلومة والعبط ده. أنا هكلمك النهاردة عن التأثير اللي سببته اللعبة دي لكل الألعاب اللي جت بعدها، وإزاي اللعبة دي قدرت إنها ترسم إطار أساسي لكل ألعاب سبايدر مان اللي اتعملت بعدها، وإزاي مطورين اللعبة قدروا انهم يواجهوا كل التحديات اللي في طريقهم علشان يطلعوا اللعبة للنور. فجهز نفسك عشان تعرف قصة اللعبة اللي غيرت شكل العاب السوبر هيروز للأبد. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، يلا نبدأ. هيصة انت فين هلا؟ ايه اللي وداك غريب؟ احنا في عجيبة. في بداية الألفينات الوضع بالنسبة لصناعة الألعاب كان أصعب بكتير من الوضع دلوقتي. التكنولوجيا والتقنيات كانت محدودة، ميزانية الألعاب كانت ضعيفة. تقدر تقول إن صناعة الألعاب كانت لسه ناشئة في الوقت ده. الشركات الكبيرة اللي كان عندها إمكانيات ضخمة كانت تتعدى على صوابع الإيد. ده بالنسبة للألعاب العادية، أما بالنسبة لألعاب السوبر هيروز فالوضع كان أسوأ. في الوقت ده ألعاب السوبر هيروز كانت بتفشل قبل ما تنزل تقريبا. كان نادر جدا لما لعبة منهم تنجح، وده بسبب إن الشركات ما كانتش بتدي اهتمام كبير للنوع ده من الألعاب، بل كانوا بيستخدموها كدعاية للأفلام مش أكتر. طبعا الألعاب كانت بتنزل وهي مش كاملة ومليانة مشاكل تقنية وجلitchات علشان تلحق تنزل في نفس ميعاد الفيلم، وده طبعا خلى سمعة ألعاب السوبر هيروز زي الزفت. حتى فانز الكوميكس والأفلام مبقوش مهتمين إن هم يلعبوه. كل دي تحديات كانت بتواجه استوديو نيفر سوفت، اللي كان مطلوب منه في الوقت ده إنه ينتج أول لعبة 3D لشخصية سبايدر مان في التاريخ. بس برغم إن الاستوديو كان صغير وإمكانياته محدودة، إلا إنهم قدروا يتعاملوا مع التحديات دي بذكاء. أول حاجة عملها الاستوديو إنهم بصوا على المحاولات السابقة اللي حاولت تعمل لعبة سوبر هيرو، وقرروا إن هم يتعلموا من أخطائهم. في الوقت ده ألعاب السوبر هيروز ما كانتش تفرق حاجة عن الألعاب العادية. معظم الألعاب دي فشلت إنها تحسس اللاعب إن الشخصية اللي بيلعب بيها هو البطل اللي بيشوفه في الكوميكس والأفلام، كأنك بتلعب بشخصية إنسان عادي بس لابس لبس سوبر هيرو. عشان كده قرر استوديو نيفر سوفت إنه ياخد سنة كاملة يشتغل على حركة سبايدر مان بس، حركة والكنترول بس، من اول ازاي البطل بيمشي وحركاته القتاليه لحد الويب سوينج والمشي على الحيطه. برضو دي اول لعبه تقدم الويب سوينج بالمفهوم بتاع دلوقتي، وانك تقدر تخلي سبايدر مان يتحرك من مبنى لمبنى بشكل سلس. ودي بالنسبه لوقتها كانت فكره ثوريه. لو مش قادر تستوعب الموضوع فده كان شكل الويب سوينج وقتها. كل ده للأسف ما كانش كفاية، شغلهم ده هيخلي اللعبة ممتعة، بس انت محتاج الناس تلعب اللعبة عشان يعرفوا انها ممتعة. لانك حتى لو عامل احسن لعبة في التاريخ والناس ما لعبتهاش، فمصير لعبتك هيكون الفشل زيك زي اللي سبقوك. خصوصا ان زي ما قلت لك العاب السوبر هيروز في الوقت ده كانت سمعتها زي الزفت. كان لازم المطورين يفكروا في طريقة تجذب محبين سبايدر مان في انهم يجربوا اللعبة. وهنا قرر المطورين انهم ياخدوا اهم خطوتين في نجاح لعبته. الخطوة الاولى وهي الاقتباس من مسلسل سبايدر مان ذا انيميتد سيريز. المسلسل اتعمل في بداية التسعينات واللي نجح نجاح كبير جدا وعمل شعبية كبيرة مستمرة لحد النهاردة. المطورين قرروا انهم يقتبسوا من المسلسل شكل وتصاميم شخصية سبايدر مان وباقي الشخصيات الموجودة في اللعبة زي الأعداء مثلا، ورغم انهم ما اقتبسوش حاجة من القصة وقرروا انهم يقدموا قصة جديدة خاصة بيهم، إلا أن اقتباس أشكال وتصاميم الشخصيات وفر عليهم شغل كتير جدا في القصة، لأن هو دلوقتي ما بقاش مضطر ان هو مثلا يشرح لك بداية قصة سبايدر مان وازاي بقى بطل خارق، ولا يشرح لك قصص الأعداء بتوع سبايدر مان وايه سر العداوة ما بينهم وهكذا. هو دلوقتي اعتمد ان الزبون جاي جاهز وعارف كل الكلام ده من المسلسل، وده خلاه يخش في القصة بتاعته على طول بدون تمطيط. تاني خطوة عملوها المطورين للترويج للعبة بتاعتهم هي استهداف مجتمع الكوميكس. تقدر تقول ان الفترة دي كانت الفترة الذهبية لقصص الكوميكس بتاعت الأبطال الخارقين. مفيش طريقة تستهدف بيها الفئة دي أفضل من إنك تستعين بالأب الروحي للكوميكس ستان لي. لو ما تعرفش مين هو ستان لي فالراجل ده باختصار هو صاحب الفضل الأكبر في تأسيس عالم الأبطال الخارقين اللي نعرفه دلوقتي سواء دي سي أو مارفل. هو اللي ابتكر شخصية سبايدر مان. المطورين قرروا إن هم يستعينوا بستان لي كراوي للقصة. في بداية كل شابتر تسمع صوته وهو بيقول لك حاجة زي مقدمة تمهيدية للي بيحصل في القصة.
Welcome, true believers and newcomers alike. Spider-Man co-creator Stan Lee here. Once again, we find our hero Peter Parker, better known around the world as the Amazing Spider-Man, in a heap of trouble. But this is just the beginning, Spidey fans. بكده ضمنوا ان محبين سبايدر مان سواء من المسلسل او من قصص الكوميكس هيجربوا اللعبة. في حالة لو واحد كان عايش في كهف وما يعرفش مين هو سبايدر مان وقرر ان هو يلعب لعبتهم، فبمجرد ما هيفتح اللعبة هيسمع الصوت ده. يعني المطورين ما سابوش اي فرصة في انهم يمهدوك للقصة ويجذبوا اللاعب ان هو يجرب اللعبة غير واستغلوها. اذا كان المطورين مش بس مقتصر على الترويج للعبة أو تصميم الشخصيات، لا ده كمان بيبان في القصة وتصميم المراحل. في بداية اللعبة بنشوف داك اللي هو الشرير الأساسي في القصة بيطلق غاز سام بيملى بيه شوارع المدينة كلها، بيخلي سبايدر مان مضطر إن هو يفضل طول اللعبة فوق سطح المباني لأنه لو تعرض للغاز ده هيموت. في ناس بتفسر الموضوع ده بأن المطورين قرروا إن هم يعملوا الحبكة دي علشان يداروا على الضعف التقني لجهاز بلاي ستيشن 1، وإن الوقت ده ما كانش فيه جهاز يستحمل يشغل لعبة عالم مفتوح فيها مدينة وشوارع والكلام ده. بس الكلام ده طبعا مش صح، لأنه بعد سنة من صدور سبايدر مان 2000 بينزل الجزء الثاني من اللعبة باسم سبايدر مان انترو الكترو، واللي كان برضو موجود على بلاي ستيشن 1. كان فيها بقى مدينة وشوارع وعالم مفتوحة عادي جدا. هتقول لي ما ده الجزء الثاني طبيعي انه يكون احسن تقنيا. اقول لك لا، لان الجزئين اتعملوا بنفس المحرك ونفس الموديلز، كمان بيتم تطويرهم في نفس الوقت، عشان كده الفرق بينهم كان اقل من سنة، لدرجة انك هتحس ان الجزئين دول نفس اللعبة مثلا بس معمول لها اضافة. وجهة نظري في الموضوع بتاع الغاز السام ان المطورين كانوا مكسلين يعملوا مدينة كاملة مش اكتر بصراحة، يعني ملهاش تفسير تاني. ده غير انهم كانوا مركزين اكتر على تصميم المراحل نفسها عشان تتماشى مع الجيم بلاي. مطورين اللعبة تقريبا ضحوا بكل حاجة عشان يخلوا الجيم بلاي ممتع. ده غير انها يعني حاجة تحسب لهم برضو انهم فسروا الموضوع بطريقة ذكية وتتماشى مع القصة. في المرحلة الاولى من اللعبة بيبقى مطلوب منك انك تتصدى لعملية سطو على البنك. تبدأ المرحلة بسم الله الرحمن الرحيم، وبتبقى محتاج انك تنط من المبنى اللي انت واقف عليه لمبنى تاني. وهنا المطور بيقدمك للعنصر الاهم في لعبة سبايدر مان، الا وهو الويب سوينج. اي نعم في الوقت ده كان الويب سوينج بسيط، بس لازم تعرف ان لولا الخطوة البسيطة دي ما كنتش هتوصل للشكل اللي انت وصلت له في لعبة سبايدر مان بتاعت البي اس 4. بعدها بتمشي شوية في المرحلة والمطور بيقرر انه يقدمك لأول عدو في اللعب. طب عرفت منين ان هو عدو؟ السبايدر سين او الحاسة العنكبوتية. دي اول لعبة في التاريخ يكون فيها الحاسة العنكبوتية، واللي اصبحت حاجة اساسية في كل العاب سبايدر مان اللي جت بعد كده. بتخش على اول عدو اللي لا مؤاخذة بيبقى مديك ظهره، ده لان المطور مش عايزك تتضرب، هو حاططهولك هنا عشان انت اللي تضربه. وبالطريقة دي المطور بيعلمك الكومبات بتاع اللعبة. بعدها بتكمل عادي لحد ما توصل للنص التاني من المرحلة. دلوقتي انت قدام البنك اللي انت المفروض تنقذه، لكن لو قررت انك تستكشف اللعبة وتروح للمبنى اللي عليه علامة الفانتاستيك فور، اللعبة بتقرر انها تديك مكافأة. وهنا المطور بيقدمك لفكرة الكوليكتابلز اللي في اللعبة، واللي من اللحظة دي اصبحت حاجة اساسية في اي لعبة لسبايدر مان جت بعد كده. والكوليكتابلز في اللعبة دي على هيئة غلاف لمجلات الكوميك اللي صدرت لسبايدر مان في الوقت ده. تقدر تخش من المنيو وتتعرف عليها، وكمان بتاخد نبذة مختصرة عن القصة اللي في كل غلاف. دي طبعا كانت حركة حلوة من المطور انه يشجع اللاعب على الاستكشاف وانه يقضي وقت اطول في اللعب. بعدها بتكمل لحد ما توصل لنهاية المرحلة، تتفاجئ ان المجرمين اللي بيسرقوا البنك قرروا ان هم يفعلوا قنبلة. مطلوب منك انك تقضي عليهم وتبطل مفعول القنبلة قبل ما الوقت يعدي. وانا هقف شوية معلش، وانا صغير ما كنتش اعرف اعدي الحتة دي ازاي، وكنت دايما بخسر لدرجة اني افتكرت ان دي نهاية اللعبة خلاص مفيش حاجة بعد كده، لحد ما واحد ابن حلال في السايبر فهمني ان المفروض ان انا اخد القنبلة دي احطها جوه الخزنة واقفل عليها. كده المطور عرفك انك تقدر تتفاعل مع البيئة اللي حواليك عشان تخلص المهم. بعدها بتبدأ المرحلة التانية، وزي ما المرحلة الاولى بتقدمك للجيم بلاي كنترولز، فالمرحلة التانية بتقدمك للبوس فايتس. اول مرحلتين يعتبروا بره احداث القصة اساسا، لكن المطور حطهم لك كتوتوريال عشان تتعلم اللعبة، في نفس الوقت بديل للتوتوريالز المملة اللي كانت موجودة في الالعاب التانية. في اول المرحلة بتجيلك مكالمة من جونا جيمسون بيقول لك ان سكوربيون عنده في المكتب وحالف ليخلص عليه. مطلوب منك انك تروح تنقذه قبل ما سكوربيون يوصل لجونا جيمسون الاول. بعدها بتوصل على سكوربيون وبتنقذ جونا جيمسون واليوم بيعدي بسلام. بس في اول المهمة بتشوف الشريط ده
وده بيعرفك الوقت اللي سكوربيون محتاجه عشان يوصل لجونا جيمسون واللي انت المفروض توصل قبله والا مهمة هتفشل. الشريط ده مهم لانك هتحتاجه في مهمات المطاردات اللي هتيجي بعد كده زي مطاردة فينوم او مونستر اوك. بالحديث عن مهمات المطاردات ما ينفعش ما اتكلمش عن افضل مهمة في اللعب، واحدة من افضل مهمات المطاردات في التاريخ. تهديدة من عمري ضعيف فالص ودورت على المظابيط قالوا خلاص وقررت اني ابيع اصحابي واجيب مكانهم كلب هاسكي. انا الشيطان يا ملايكة منافقة 20 وكسر حياتي مش فارقة. ليفل الطيارة يا جدعان او ليه ولا ايه انا مش فاهم. كل حاجة في المرحلة دي معمولة بكل اتقان. المرحلة عبارة عن جزئين، جزء اكشن بتحاول تهرب فيه من الطيارة اللي بتطاردك طول المرحلة والاعداء اللي بتقابلهم في طريقك اللي بيحاولوا يعطلوك، وجزء تخفي او ستيل اللي هو مرحلة القناص اللي بيحاول يصطادك وانت على المبنى. المطور ده في الجزء ده عشان يكسر رتم الاكشن اللي في المهمة واللاعب ما يحسش بملل، وده السبب ان المهمة من اولها لاخرها ممتعة. مش هكدب عليك انا ساعات بحمل اللعبة وبلعبها مخصوص عشان المهمة دي. من اكتر الحاجات اللي كان ليها تأثير في اللعبة دي برضو هي البوس فايتس. قبل كده البوس فايت كان بيبقى عبارة عن شرير اكبر منك في الحجم بيحاول يضربك وانت مطلوب منك ان انت تتفادى ضرباته وتضربه انت الاول، واللي يخلص على هيلث التاني يبقى هو اللي كسب. بس كده مفيش اي فكرة. اللعبة دي الموضوع يختلف شوية، كل بوس ليه نقطة ضعف مختلفة عن التاني لازم تلعب عليها عشان تعرف تكسب. زي مثلا راينو بوس قوي جدا، لو حاولت تضربه بطريقة عادية مش هيتأثر. الحل الوحيد انك تستدرجه انه يخبط في مولدات الكهرباء او براميل البنزين اللي بتضعف قوته وبعد كده تضربه. ومن اللحظة دي كل العاب سبايدر مان اللي فيها بوس فايت لراينو بقت بتستخدم نفس الطريقة ونفس الاسلوب، انك تستدرجه ويخبط في حاجة وبعد كده تضربه. وزي برضو البوس فايت بتاع فينوم اللي بيختفي ومطلوب منك تتوقع هيظهر فين علشان تلحق تضربه. البوس فايت بتاع ميستيريو مثلا اللي مطلوب منك انك تضرب الزراير الموجودة على البدلة بتاعته علشان ترجعه لحجمه الطبيعي تاني. بعدها الفايت بتاع دوكوك اللي لازم تعطل الدرع بتاعه الاول عشان تقدر تضربه. فايت كارنج اللي ما بياخدش دامج نهائي الا لو حطيته في المجال المغناطيسي. بعدها تخش على اخر بوس فايت في اللعبة اللي هو مونستر اوك. شخصية مونستر اوك دي ما كانتش موجودة قبل كده في الكوميكس او المسلسلات، المطورين عملوها مخصوص عشان اللعبة. بعد كده تم اعتمادها كشخصية رسمية في عالم مارفل. ظهرت كمان في لعبة سبايدر مان ايدج اوف تايم. كل بوس هنا ليه فكرة ونقطة معينة لازم تلعب عليها، وده من ساعتها بقى شيء اساسي بعد كده في كل العاب سبايدر مان. حاجات تانية كتير اللعبة دي بدأتها وبقت اساسيات في العاب سبايدر مان زي الويب شوترز او سبايدر سوتس وغيرها كتير. لو قعدت اتكلم مش هنخلص. فالنهاية والغرض من الفيديو ان اي نجاح ممكن توصل له العاب سبايدر مان بشكل خاص او العاب السوبر هيروز بشكل عام هو بطريقة او باخرى مبني على نجاح سبايدر مان 2000 والمجهود المحترم اللي قدمته شركة نيفر سوفت في صناعة اللعبة. وبعد التطورات اللي حصلت في الصناعة بقى من الصعب انك تشوف مطورين بيعملوا لعبتهم بكل اخلاص وتفاني في العمل. في زمن صناعة الالعاب بقت مبنية على التكرار والكروتة، لازم من وقت للتاني نرجع لالعاب زمان نشكرهم على كل حاجة حلوة قدموها. بس كده دي كل حاجة كنت عايز اقولها لك عن لعبة سبايدر مان 2000. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك تشترك في القناة، وبرضو لو عندك اي ذكريات يا ريت تشاركنا بيها في كومنت، انا هكون سعيد جدا. شكرا.